الشعراك الجزائري من الحلويات اللي لازم تكون في الطاولة تاع العيد. اليوم جبتها لكم هذه الوصفة اللي درتها مع ماما، أول مرة نديرو في وصفة مع بعض. أول حاجة خلطنا الفرينة مع المارغرين وشوية تاع لافاني والملح، ومن بعد بديت ندخل في هذيك الزبدة في الفرينة مليح مليح. ومن بعد ما دخلتها مليح في هذيك الفرينة، يعني بسست هذيك الفرينة، نبدا نضيف. درت انا هنايا جون دوف ودرت الماء الزهر وقعدت نلين في العجينه، نليموها نقعدو ندلكو فيها كما راكم تشوفوا في الفيديو. نقعد هكذا ندلك فيها ونعجن فيها حتى نشوفوها ولات لنا عجينه متماسكه او ميم طون تكون طريه كما راكم تشوفوا. توجور ديروا هكذا بيديكم باش تعرفوا اسكو هذيك هي ولا لا. ومن بعد خليتها ريحت مليح، بردت في الفريجيدير، شكلت كويرات اللي هنا درت فيهم، انا درت فيهم 30 غرام، تقدروا ديروا فيهم 40 غرام تحبوهم كبار. ومن بعد رحت نخدم لافارس، درت فيها اللوز والسكر ولا فاني، شويه تاع لافاني. ومن بعد بديت نلعب فيها بالماء الزهر. هنا كي ديروا الماء الزهر تاعكم بداو تدلكوا فيها جوغ كيما نخدموا قلب اللوز حتى تولي معسله ويذوب كامل هذاك السكر. ومن بعد شكلت ثاني كويرات، هنا درت فيهم 15 غرام ولا تقدروا ديروا 20 غرام، وخليتهم ثاني يريحوا شويه. ومن بعد بديت نشكل في الشارك تاعي، نحكم الحبه تاعي نحلها مليح بالحلال ونبدا نشكل الهليلات. انا هنا درت لكم الفيديو طريقتي وطريقه ماما باش تشوفوها وتتبعوا مليح المراحل كيفاش تشكلوا الحبه تاع الشارك. انا لا بروميير فوا ندير الشارك، يعني عييتها بزاف، ما جيت نتعلمو، ما جيت ندير ديك الحبه. توجور تقول لي زيري مليح كي ديري، يعني كي ديروا لا فارس زيروا باش ما يجيكمش باش ما تفتح لكمش من بعد، وباش يجيكم قب قياس، يعني يجي شباب بالشكل تاعو. ومن بعد تكونوا بعد تخلوه يبرد مليح، ما طيبوش ثمثم. انا درتو عشيه وطيبته في الليل، طيبوه على 180 درجه. ومن بعد ما طيبته وخليته برد ليله كامله، غد من ذاك نبدا نخدم في السيرو تاعي. انا هنا واش درت مازال ودرت فيه شويه سكر غلاس، ومن بعد نغطسهم في السيرو ونحيهم. بعد ما نحيهم فوت عليهم كامل بالبابي باش هكذا نحي كامل هذاك الماء اللي بقى، باش من بعد ما يجيكمش جوغ كويرات تاع سكر غلاس. ومن بعد هنايا ديروا قووا بزاف سكر غلاس باش يجيكم شباب. ومن بعد قاعد ترش فيه كامل بالسكر غلاس مليح 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 حتى يولي تغطوه تماما يكون مغطي. ومن بعد نضغطوا عليه غير بشويه، نضغطوا عليه باش هكذا يدخل فيه هذاك السكر غلاس، يجي كامل مطلي بالسكر غلاس، يجي كامل مسكر. ومن بعد خليته واحد 15 حتى 20 دقيقه، وبديت نحي في هذاك السكر غلاس اللي بقى، وعاود رشيته بالسكر غلاس مع الاخر. كما كنتم تشوفوا هذا هو الشارك الجزائري من وصفات الحلويات البنينه بزاف وكامل الناس يحبوها. ان شاء الله تكونوا تجربوها في هذا العيد وتعجبكم. ما تنساوش تدعموا لاباج تاعي واللاشين تاعي بلايك وكومنتير واشتراك واشتراك بالصفه مع صحاباتكم. تهلاو في روحتكم.